الفيديو دوت واحد بيصور ابوه وهو اساسا بيموت. هنوصل فين تاني؟ خلاص احنا بقينا نعبد الترند. السلام عليكم. بعيدا عن الاجهزه وبعيدا عن اي حاجه، النهارده والله جاي اتكلم في كلمتين. خلاص احنا جايين نجري خلاص ورا الترند. الترند بقى حاجه فظيعه. اول حاجه كانت الحاجات التافهه كانت بتطلع ترند، قلنا ماشي، بس احنا دلوقتي بقينا نتكلم في حاجات تانية خالص. يعني ايه حريقه موجوده، بدل ما نروح نطفيها نروح نصور. يعني هتطفى ازاي طيب وانت فرحان وانت بتصور؟ ازاي واحد بينتحر تروح تصوره؟ طب ما تروح تنقذه، تقدر تنقذه. روح انت عايز اساسا ايه؟ خلاص بقينا نعبد الترند للدرجه دي. واحده بترقص انت صورتها ورفعتها وخربت بيتها، طب ليه؟ مهما كان رقصها، مهما كان اي حاجه، فرحانه مع اهلها ولا اختها ولا صاحبتها ولا ايا كان، سببت في خراب بيتها وتسببت في التنمر عليها وتسببت، ايوه مهما كان هي الظرف بتاعها ايه. خلاص تروح تخرب بيتها ماشي، وترفعها على النت وتقول شوف واعمل وسوي وشاهد، واحنا ندي لايكات ونزود الناس التافهه دي ونزود المحتوى ونزود الترندات. طب ليه؟ مع ان لو في واحد اساسا بيقدم حاجه مفيده هتعمل سكرول للفيديو، ولو على اليوتيوب مش هتقدر تستحمل دقيقتين من الكلام اللي هو بيقوله عشان كلام مفيد. انما احنا ودننا خلاص اتعودت على الحاجات التافهه، ولو طلعنا من الحاجات التافهه يعني بدينا نبص على اذيه الناس ونصورها. ما نحاولش ان احنا نساعد الناس، لا احنا نتنمر عليهم يا اما نقف ونصورهم. واخر حاجه بقى اللي استفزتنا عشان انا اعمل الفيديو دوت، واحد بيصور ابوه وهو اساسا بيموت. يعني دي اخر حاجه احنا توصلنا لها، ولسه اللي جاي احلى. يعني واحد يصور ابوه وهو بيموت، لا حول. هو في ايه ولا في ايه؟ يعني احنا خلصنا موضوع ان هو واحد ابوه مات فبيرفع في لحظتها، قلنا ماشي مش مشكله عشان يعرف اهله فييجوا. دلوقتي بقى هو بيصور لحظه موت ابوه، لحظه احتضار ابوه. هنوصل فين تاني؟ خلاص احنا بقينا نعبد الترند. استغفر الله العظيم. الله اعلم. السلام عليكم.